بيوتنا، خربت بيوتنا ياسمين عز دي، خربت بيوتنا، دخلت كل بيت، خربت بيوتنا. انا عايزه اعرف يعني هي مشتريه البرنامج ولا المنتج ولا القناه ام بي سي كلها؟ يعني ما انا نفسي اعرف هي مشتريه يعني الناس كلها على الكلام. هو النهارده كام في الشهر؟ النهارده كام في الشهر؟ انت لما بتقعد على الموبايل ما بتدراش بالدنيا. النهارده كام في الشهر؟ اه طب انا دلوقتي بكره عايزه انزل اجيب شويه حاجات من كارفور يا عماد، عايزه المصروف يا عماد. لا اله الا الله، هو اللابتوب واخدك للدرجه دي يا عماد؟ يا عماد انت بتكلميني انا؟ امال بكلم مين؟ حد في الشارع يا عماد؟ ده احنا حتى في الدور ال11 يعني ما فيش حد بره. انت بتكلميني كده تقولي يا عماد؟ لا اله الا الله، وانا بشتمك ولا ايه؟ اه بقول لك يا عماد انت غيرت اسم، هو انت غيرت اسمك؟ لا المفروض ما تقوليش يا عماد. اها اه عرفت انت عايزني اقول لك يا عمده لا خالص كده. برضو. اخر حلقه مع ياسمين عز بتقول لك ايه؟ المفروض الواحده تقول لجوزها يا استاذ فلان وتلف وتتكلم. ياسمين عز اه يا استاذ فلان. المفروض ان انا اقول لك ايه يا حبيبي؟ يا استاذ عماد. اقول لك يا استاذ عماد؟ امال ايه؟ ده قانون جديد ده نزلته لا لا ولا؟ لا لا, لا على فكره هو ده صح. المفروض هي قالت لك المفروض الواحده. زمان ايام زمان ايام الجواري اه كنت بسمع يقولوا يا سي السيد، يا سي مش عارفه مين، يعني بتفخموا. لكن واحده تقول لجوزها يا استاذ؟ والله قالت المفروض الواحده تقول لجوزها كده. المفروض انت تعملي كده. كلكم تعملوا كده. اعمل ايه يا حبيبي؟ تقولي يا استاذ عماد. اقول لك يا استاذ. بالظبط. اه انا مش عارفه اقول لك ايه. في حاجه اسمها اقول لجوزي يا استاذ؟ امال ايه؟ وواحده تقول لجوزها يا باشمهندس؟ طب ايه المشكله؟ ازاي يعني؟ ايه المشكله؟ ما تحترموا. المشكله ما ازاي؟ تحترموا يعني ايه المشكله؟ هو دي فيها احترام؟ وما انا هو انت اسمك في حاجه وحشه لما اندهلك باسمك يا عماد؟ ده حتى اسم عماد جميل. ماشي بقول لك. اما اقول لك يا عماد وانا كده بشتمك؟ قولي يا استاذ عماد، يا باشمهندس عماد. وانت تقول لي يا مدام علا. لا اقول لك ولا بس. اشمعنى بقى؟ اشمعنى؟ عشان هي يعني سمعتها بتقول الست تقول لجوزها يا استاذ. ده قانون مين ده؟ نزلته ياسمين عز النهارده امتى؟ نزلته لنا امتى القانون ده؟ انت بتتريقي صح؟ على فكره انت لو اتفرجت عليها برنامجها جميل وبتدي الستات نصايح اللي هم يعيشوا سعداء. هو تقدر نعيش سعداء؟ امال ايه؟ ده احنا ده هترجعنا تاني لعصر الجواري والعبيد. والله يا ريت. انا اقول لجوزي اللي مخلفه منه وعشرتي اقول له يا استاذ؟ انت هتخسري حاجه؟ كانوا وليه اقول لك يا استاذ؟ لا اله الا الله. وانت اسمك راح فين يا حبيبي؟ ما تقولي يا استاذ فلان. يا استاذ فلان؟ امال ايه؟ طب انت كده هترد؟ طب اما جرب كده. امال ايه؟ يا استاذ عماد. ايوه نعم. انت كده رديت كده جت على مزاجك. امال ايه؟ يا نعمين. لا حول ولا قوه الا بالله. ده فعلا ليها مفعول السحر فعلا. ممكن يا استاذ عماد تسيب لي المصروف بكره؟ عليا النعمه لو هتديني مليون جنيه ما هقول لك يا استاذ ولا هسمع كلام ياسمين. خربت بيوتنا، خربت بيوتنا ياسمين عز دي، خربت بيوتنا، دخلت كل بيت، خربت بيوتنا. انا عايزه اعرف هي مشتريه البرنامج ولا المنتج ولا القناه ام بي سي كلها؟ يعني ما انا نفسي اعرف هي مشتريه الناس كلها على الكلام اللي بتقوله ده. ما حدش من الرجاله اللي بيصوروها في البرنامج يقولوا لها عيب عليكي؟ يعني لما تدي نصايح للستات ان هم يعيشوا سعداء وان ازاي تعامل جوزها كويس يبقى كده ازاي تعامل جوزها كويس؟ تعمل غدا حلو لجوزها، تقدر جوزها، لو وتحترم جوزها برضه. الاحترام ان انا اقول لك يا استاذ؟ امال ايه؟ لا انا شايفه من الاحترام مش كده. انت شايف ان ياسمين عز قالت الاحترام كده فانا لازم اقول لك كده. لا وتديني برستيج. انزلت وتديني برستيج برضه يا استاذ فلان باشمهندس فلان. اكيد طبعا. واكتبك على الموبايل لاستاذ عماد بيرن. لا مش لازم موبايل. واجي بنتك بقى اقول لها ردي على استاذ عماد في التليفون لما تيجي ترن عليا. لا مش مشكله بس اهم حاجه انت بس تقولي يا باشمهندس يا استاذ حاجه كده. والله العظيم انا نفسي اعرف هي عامله لكم ايه؟ هي عامله لكم ايه؟ زي ما اكون قنبله وضربت في بيوتنا كلها. لا هي لعلمك بتعمل لمصلحتكم انتوا مش عايزين تفهموا. ربنا يهدينا ويهديها. ربنا يهديكم انتوا. هي ربنا يهديها وزي الفل. ربنا يهديكم انتوا. يلا اتكل. انت عايز حاجه دلوقتي؟ لا يا استاذ عماد. بس كده. والله العظيم ما هقول الا يا عماد. طب شوف مين اللي هيرد عليكي بقى. شوف مين اللي هيرد عليك، مش هرد عليك.